السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. معلش انا بقالي كتير قوي ما نزلتش معاكم فيديوهات، انتوا عارفين طبعا الوقت في رمضان صعب شويه. تمام، فالمهم ايه، قلت هنزل معاكم كده بوصفه حلوه ان شاء الله. هنعمل مع بعض بقى البسكوت. معايا هنا زي ما انتم شايفين كده المقدار السمنه بتاعتي. انا بحب عادي البسكوت ممكن اعمله بسمنه عادي، وممكن ازود له كده معلقتين 3 كده من الزبده. تمام، لكن الكحك بصراحه هو اللي ما ينفعش يتعمل له الا بسمنه بلدي. تمام. معايا السمنه بتاعتي ديت 335 جرام. انا هقول الجرام وهقول الكوبايات المعياريه. تمام، 335 جرام، يعني مقدارها كوبايه وربع من السمنه، وزودي معلقه. يعني اللي انا بقوله يعني المقدار مظبوط جدا جدا جدا، ولما اقول معلقه يبقى تزودي المعلقه، لان هي المقدار ده يعني انا ماشيه بالجرام، وعيرتها كمان في الكوبايات علشان اقول لكم عليها بالكوبايات. يبقى حطينا السمنه زي ما انتم شايفين كده، بنديها ضربه كده وتكون لينه، يعني ما تكونش لا ساقعه ولا تكون سايحه خالص. تمام، يبقى 335 جرام. تمام، مقدارها كوبايه وربع زائد معلقه. تمام كده. تمام، معايا بقى السكر البودر بتاعي، ومعايا هنا ده اللبن دافي. لبن دافي مش سخن. تمام، لبن دافي. معايا 80 جرام من اللبن، يعني بالظبط 8 معالق لبن. المعلقه اللي هي الكبيره العاديه اللي احنا بناكل بيها دي 8 معالق. تمام، اللي هي 80 جرام لبن. عليها النشادر 10 جرام نشادر، يعني معلقه كبيره. تمام كده، يا رب اكون بوصل لكم المعلومه مظبوطه. انا هنا نزلت على الزبده بتاعتي السكر البودر بتاعي اللي هو 320 جرام سكر، يعني كوبايتين، كوبايتين ونص زائد معلقه. تمام، السكر البودر 320 جرام بيساوي كوبايتين ونص سكر بودر زائد معلقه. تمام كده، هنحطه على الزبده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ومعايا هنا بقى عدد من البيض، معايا 4 بس. تمام، هنزل زي ما انتوا شايفين كده واحدة واحدة لحد لما اول واحدة تختفي انزل التانية كده. تمام كده. ومعايا الفانيليا بتاعتي اللي هي دلوقتي موجودة كتير قوي، اللي هي بالبرتقال، هتلاقيها مرسوم عليها البرتقال كده ورسمة وبسكوت. بتبقى لونها تحفة زي ما انتوا شايفين كده، وريحتها فظيعة على فكرة، ريحتها حلوة جدا جدا يعني. هنزل كده زي ما انتوا شايفين كده لحد لما الاربعة عدد من البيض يخلص معايا بالشكل ده. تمام كده، انا ماشيه معاكم خطوه خطوه، وبوصل لكم الكلام يعني واحده واحده علشان تمشوا معايا بمقدار مظبوط. ممكن تكتبوه في ورقه زي ما انتوا حابين. ده معايا طبعا زي ما انتوا حابين بقى، عايزين تحطوا ريحه البرتقال حطوا، عايزين تحطوا ريحه الفانيليا براحتكم، مش عايزين تحطوا خالص برضو براحتكم. انا بحب احط ريحه البرتقال. ومعايا التانك بتاعي، مش عايزه تحطي مفيش اي مشكله. بحب طبعا احط من التانك بصراحه، بيدي ريحه ولون فظيعه زي ما انتوا شايفين كده. كل حاجة في العجان، ما عندكيش عجان عادي جدا مضرب كهرباء وهيشتغل معاكي وهيبقى زي الفل. مفيش مضرب كهرباء ممكن تشتغلي بايدك، بس بياخد وقت شوية. تمام، زي ما انتوا شايفين كده هفضل اعجن بقى بالشكل ده كده كله مع بعض. تمام، وهنا انا بقول لكم ان انا حطيت اللبن واللي محطوط عليه النشادر، بس اللقطة ديت معرفش ما جاتش يعني. تمام، ومعايا بقى اخر حاجة خالص الدقيق. انا بحب استعمل دقيق الضحى، اذا كان كحك اذا كان بسكوت غريبة بديفور اي حاجة، انا بحب دقيق الضحى جدا. تمام. هنزل بقى الكيلو معايا. طبعا المقدار اللي انا بقوله ده مقدار كيلو، عايزة تجربي نص قللي من الكمية اللي انا بقولك عليها واعملي نص كيلو وجربي. تمام، ومعايا بقى البيكنج باودر بتاعي، هاخد منه معلقة واحدة. تمام، معلقة كبيرة، وهنزله على الدقيق بتاعي. وما تنسيش طبعا رشة الملح. تمام كده، اهو بالشكل ده كده نزلت هنا البيكنج باودر بتاعي اهو، معلقة كبيرة او معلقتين صغيرين. تمام، هلم بس كده علشان طبعا ما يبهدلش الدنيا معايا. جربي الوصفة دي وجربي المقادير ديت وعلى ضمانتي
لان انا ماشيه عليها بقالي سنين وما بغيرهاش بصراحه. يعني في حاجات كتيره جدا ممكن الواحد يجربها، لكن لا، انا بحب الطريقه ديت والمقدار ده بالظبط. انا هنا ما حطيتش كيلو دقيق كله، انا سبت اخر معلقتين كده زي ما انتم شايفين، قلت هعجن وهشوف محتاجه ولا لا. بصراحه خد الكيلو كله بالظبط، عشان دقيق عن دقيق يختلف يعني. تمام. فانتوا برضو خلي بالكم ما تحطوش الدقيق كله مره واحده. لو هتستعملوا دقيق ضحى اعملوا زي ما انا ما عملت كده، حطوا حتى الدقيق كله، يعني طالما المقدار بتاعكم مظبوط بنفس المقدار اللي انا بقول لكم عليه. وما تنسوش طبعا اللي هو مثلا بقول لكم كوبايتين ونص زائد معلقه، تحطوا كوبايتين ونص والمعلقه، انها بتفرق جدا جدا في المقدار بالظبط. تمام. عندكم بقى ميزان هتريحوا دماغكم على طول. ال 320 جرام سكر بودر، السمنه 335، ال ايه تاني، والدقيق والاربعه بيض، هتلاقوا نفسكم خلاص المقدار بصراحه بيبقى مظبوط جدا جدا بالميزان زي ما انتوا شايفين كده. بقى بصوا خلاص، لا بتزودي بقى لا ميه ولا اي حاجه ولا لبن ولا اي حاجه، خلاص احنا حطينا التمن معالق لبن اللي احنا حطيناهم على النشادر وبقت زي الفل. تمام كده اهو بالشكل ده كده. في ناس ممكن تستغرب ان انا بحط نشادر وبحط برتقان، ريحه البرتقان الاتنين على بعض على فكره تحفه. يعني انا عن نفسي ما بحبش يعني ريحه النشادر قوي في البسكوت يعني، فبحب طبعا ان انا اديها ريحه البرتقان كده، بيبقى طعمها جميل جدا. تمام. اهو العجينه جميله جدا مظبوطه معايا بالشكل ده كده. هجهز بقى وهجهز الايه، المكنه بتاعتي. انا بحب اعمله بالمكنه، في بقى طريقه تانية بالقمع بقى والكيس والجو ده، لكن انا بحب طريقه المكنه، الطريقه بتاعت زمان. بصوا العجينه عامله ازاي، عجينه البسكوت بتبقى قطع كده، تحسوها ان هي مفتته. تمام. هبتدي بقى ان انا عملته بقى بالشكل ده كده، حطيت ورق الزبده وحطيت عليه البسكوت بتاعي. وطبعا ما تستغربوش ان ورق الزبده تحته علامه كده، مش منزل سمنه ولا حاجه، لا ده كان مطرح الكحك، الفيديو اللي انا هنزله لكم ان شاء الله. تمام. مطرح الكحك عملت مكانه ورق الزبده عادي البسكوت يعني. او بالشكل ده كده عملته بالمكنه، وهبتدي بقى ان انا ادخله الفرن واوريكم بقى شكله طالع عامل ازاي. وعايزه اقول لكم ريحته فظيعه، ولما بتيجي تنقليه بقى لا رقيق خالص يتكسر منك ولا تخين ولا اي حاجه، مظبوط جدا جدا. والخرفشه اللي هي النغمشه اللي فيه ديت مسحتش ولا اي حاجه، وهتشوفوا معايا برضو بعد التسويه. ادي بقى الشكل النهائي خالص بعد التسويه، والقلوب الجميله دي اللي هي بقى بتبقى اخر حته في العجينه دي، اللي احنا زمان كنا بنقعد نعمل بيها اشكال دي، هي ديت عملت بيها بقى كده قلوب كده، واخر حته معايا خالص. بصوا المنظر تحفه، واللون يعني يمكن كمان الكاميرا ظلماه، يعني بصراحه لونه فظيع وريحته رهيبه بجد. جربوا على ضمانتي ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. بصوا بقى اللون والتسويه، انا بحب ان هو ياخد طبعا اللون من تحت زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي كده لونه من تحت، وبحب ان انا طبعا اديله يعني اولع عليه الشوايه كده ياخد درجه كده من فوق، يعني ما احبوش يبقى ابيض خالص يعني. تمام. اهو بالشكل ده كده. بصوا بوريكم شكله عامل ازاي اهو. بصوا الخرفشه اللي هي اللي في الجناب دي زي ما هي، مسحتش ولا نفش ولا هو حتى حجمه اعراض كده ولا الكلام ده خالص. وزي ما انتوا شفتوا كده بقى، بصوا السمك بتاعه والكسره بتاعته جميله جدا اهو، بجد تحفه. جربوا، حتى جربوا نص كيلو، يعني لو انتوا خايفين من الطريقه جربوا نص كيلو وان شاء الله هتعجبكم. وانا يعني بنزلش حاجه، وكل مره هقول لكم كده مش بنزل حاجه لما بكون واثقه فيها بصراحه. بصوا انا بوريكم برضو الكسره بتاعته، انا عايزه يعني اجيبها. بصوا الكسره بتاعته يعني ناعمه وفي نفس الوقت بتقرمش، وفي نفس الوقت ما يعني مش عجين كده، ما تحسوش ان هو عجين لما تيجوا تاكلوه. اهو بصوا المنظر عامل ازاي. الشكل بصراحه هو بيتكلم عن نفسه يعني، وكمان والله الكاميرا ظالمه خالص. وان شاء الله استنوني بقى في فيديو الكحك، ونعمل مع بعض الغريبه، وان شاء الله تعجبكم باذن الله. وهستنى تعليقاتكم، ولكم السلام عليكم.